الرضا. الرضا بالمقسوم، الرضا بالحياة، الرضا باللي ربنا كاتبه لنا وعايشينه. الرضا ان احنا نصحى من النوم ونقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة البصر، على نعمة الشم، على نعمة السمع، على نعمة الصحة، على نعمة ان انا قادرة اقوم من سريري واتحرك واعمل احتياجاتي من غير ما حد يعملها لي. في ناس بتعيش وتموت ما تعرفش يعني ايه رضا. في ناس بتعيش كل حياتها نقمة، مش راضية، مهما جالها فلوس ومهما جالها من راحة ومهما حققت من راحة هي مش راضية. هي شايفة انه مازال ناقصها حاجة. الموضوع مش موضوع ناس غلبانة وناس فقيرة وناس معاها فلوس. في ناس معاهم ملايين الملايين ومش راضيين وشايفين نفسهم فقراء وشايفين نفسهم غلابة وشايفين نفسهم ياه هو انا ما بقتش زي فلان ولا زي فلانة، ليه هو انا ليه ما عنديش كذا. وكل ما ربنا يديهم كل ما يطلبوا حاجة تانية مختلفة مش عندهم. الرضا بيجي ازاي؟ الرضا بيجي ان انا ببص للي اقل مني مش للي اعلى مني. مش معنى كده ان انا افضل ساكت وواقف مكاني وافضل ساكتة واقفة مكاني ومحاولش اطور من نفسي، بس انا بطور من نفسي طبقا لاحتياجاتي. انا عايزة ايه؟ انا ناقصني ايه؟ انا كشخص مش ناقصني ايه عند الناس التانية. ما يبقاش معايا عربيتي وابص اقول واحد ماشي بعربية مثلا احدث من عربيتي واقول هو ليه هو معاه ده وانا معيش. طب ما ايه رأيكم لو قلنا اللهم بارك له فيها وارزقني مثلها او خير منها؟ انت دعيت لحد ما تعرفوش بظهر الغيب ان ربنا يبارك له في اشيائه ويرزقك زيها او افضل منها. متخيل الملائكة بيردوا ويقولوا ايه؟ بلاش نبص للناس اللي ماشية في الشارع عادية ما عندهاش حاجة على ان هي ما عندهاش فعلا حاجة. في ناس بتمشي بتوزع ابتسامات وهي جواها قهر ووجع فوق ما يتخيلوا عقولكم. يا جماعة ما تبصوش على الظاهر بتاع الناس. في ناس بتحب تمشي تقول انا سعيدة وانا مبسوطة وانا ما عنديش حاجة تنكد عليا حياتي وانا مش ناقصني حاجة وهم ناقصهم اشياء كتير جدا. في ناس على لسانها كلمة الحمد لله ما بتبطلش تقولها حتى لو عندها مصايب وكوارث الدنيا. ما تحاولوش ان انتوا تاخدوا بالظاهر وما تحاولوش برضو تطلعوا على اللي الشخص اللي قدامكم خبيه. في ناس بتظهر قدامكم بشكل عصبي وشديد وغير قابل للتعامل. الناس دي بتبقى من جواها بجد اتوجعت واتقهرت جامد لدرجة انها ما بقاش عندها القدرة ان هي تتعامل باسلوب لين فتتوجع تاني، فبدأت ان هي تبقى طف وتبقى عصبية وتبقى صعبة مع الناس عشان تحمي نفسها وتعمل لنفسها حدود ان هي تتقهر وتتوجع تاني وتتكسر تاني. يا جماعة نرضى باللي ربنا رزقنا بيه وبعته لنا ونتمنى من ربنا انه يرزقنا اكتر، ولكن مش اللي عند غيرنا. عشان انا عايزة اقول لكم كلمة بجد، مفيش حد في الدنيا دي هتعجبه حياة غيره لو راح حط نفسه مكانه وعاشها. صدقوني البيوت مقفولة على كتير وكل بيت جواه حاجات وطرق بيستقيم بيها وبيعيش بيها لا تتناسب مع اي بيت تاني. مش كل ست بتقبل وضع معين ومش كل راجل بيقبل وضع معين في بيته وحياته. كل اتنين وكل زوجين وكل أسرة وكل أولاد بيتأقلموا على حياة أهاليهم وعيلتهم وبيتهم وبيئتهم. مش معنى ان هم متأقلمين ان هم أسعد ناس في الكون. هم بس عرفوا ازاي يرضوا عشان يسعدوا ويتبسطوا. وافتكروا دايما ان الدنيا اللي احنا عايشين فيها احنا جايينها عشان نحارب فيها ونعافر فيها ان احنا نرضي ربنا عشان نفوز بالحياة الأبدية اللي فيها الراحة كلها، اللي هي فعلا لمن أطاع الله ولمن أتى الله بقلب سليم. لمن أتى الله بقلب سليم، مش لسان، مش برياء، مش بإن أنا معايا فلوس
مش بان انا احسن من حد. مفيش حد احسن من حد، مفيش حد افضل من حد، مفيش مهنة افضل من مهنة. كلنا في هذه الحياة بنخدم بعض، جميع المهن بتخدم بعض. الزوجة اللي حتى ما بتشتغلش هي في بيتها بتخدم وبتراعي، الزوجة في بيتها بتخدم وبتراعي عيالها، زوجها. هي في عمل مهم، لا يقل أهمية عن اللي بتعمل بره، لا يقل أهمية عن عمل زوجها، هو يراعي ويخدم بره وقائم على الرعاية وتلبية الاحتياجات. لا تقل أهمية عن الزوجة اللي اضطرت تنزل وتشتغل وتساعد جوزها، أو حابة إنها تنزل ويكون ليها شأن في المجتمع. ده مش معناه إن الست اللي قاعدة بتربي في البيت ملهاش شأن في المجتمع، ليها شأن وشأن عظيم، وإلا ما كانتش الجنة تحت أقدام الأمهات. بلاش ننظر على بعض، بلاش نفضل نقول أنا أحسن من فلانة وأنا أحسن من علانة وفلانة أو فلانة أحسن مني. ليه؟ محدش أحسن من حد. كل شخص بيلعب دور في حياته الشخصية، الدور ده مهم ليه، مش لازم يبقى مهم لحد تاني، مش لازم أي شخص تاني يبقى شايفه مش مهم. مش مهم، مهم ان انا ابقى عارفة قيمتي، وانه انا وجودي في المكان ده سواء كان بيت سواء كان عمل مهم، ومهم للناس اللي حواليا، وان الناس اللي حواليا مقدراه وفهماه. لكن فكرة ان انا اقعد ارمي ودني لهنا وهنا وهنا وابتدي اسخط على حياتي عشان شايفة حياة احسن مني، صدقوني مفيش حياة احسن من حياة. البيوت كلها مقفولة على اسرار لا يعلمها الا الخالق. دمتم بخير وصباح السعادة، ويا رب اكون ببث فيكم الطاقة الايجابية والسعادة والراحة النفسية. خلونا دايما راضيين، ومع الرضا بنسعى للأحسن لينا، مش عشان الناس تقول علينا انتوا أحسن. صباح السعادة.